تبدأ الحلقة 5 مارس من مسلسل حبيبتي من تكون بذهاب فينياك إلى اتجاه باكهي، لكن أحد الطلاب يدفعه ثم ينتقل إلى اتجاه ساي ويحضنها ويناديها بأمي. ساي تعانقه بسعادة وحب. في تلك الأثناء رجل من رجال آجاي كامبل يلتقط صورة لساي وهي تعانق فينو. تشعر بهفاني بالسعادة من رؤية فينو في حضن ساي، وتقول إن قلب فينو عرف والدته الحقيقية. توافقها كريشما على كلامها، ولكن تطلب إشواني من كريشما التراجع عن كلامها، وتقول أنه ذهب إلى ساي عن طريق الخطأ. ليدا لا تخطئ بسبب عاطفة الأمومة. باكهي تصرخ فينو أنا هنا. يقول مدير لباكهي إلزموا الصمت لأنهم لا يستطيعون إعطاء توجيهات لأطفالهم. فينياك يفتح العصابة على عينيه ويركض إلى أمه باكهي. يعلن المعلم أن فينياك وباكهي فشلوا في اللعبة وأنهم غير مؤهلين لخرقهما لقواعد اللعبة. تتعرف سافي على أمها ساي بشكل صحيح وتفوز بالمسابقة. المدير يعلن أن سافي هي الفائزة. ساي تشكر الله على جعل ابنها فينو يعانقها ويناديها أمي. من جهة أخرى آجاي يرى صورة ساي وفينو في المسابقة ويقرر الانتقام من ساي عبر إيذاء ابنها فينياك. تشعر ساي أن شخصا ما يتعقبها. لقد ظنت أنه رجل من رجال آجاي فقامت بضربه. الشرطي يحاول منعها. يزيل فيرات البطانية عنه ويسألها لماذا ضربته دون أن تعرف من تحت اللحاف. تسأله ساي عن سبب ملاحقته لها. يقول فيرات أنه كان يختبر رجاله. يوبخ فيرات الشرطيان ويطلب منهم اتخاذ موقعهم، وعند مغادرتهم تخبر ساي فيرات أنها تستطيع إنقاذ نفسها. يقول فيرات أنه فهم الآن. تحدق ساي بغضب إلى فيرات. يجيبها فيرات بوجه مبتسم أنه يريدها أن تعالجه. في طريق العودة من المسابقة تسأل بافاني حفيدتها سافي لماذا هي حزينة. تقول سافي أنها أرادت أن تعود مع فينو. تطلب منها بافاني ألا تشعر بالحزن، وتطلب منها أن تأخذ 2,000 روبية كهدية لفوزها. تقول سافي إنها لم تنفق حتى الآن 2,000 روبية التي أعطتها إياها في آخر لقاء بينهما. تحاول سونالي أن تعرف متى التقيا، لكن بافاني تغير الموضوع. تقترح على سافي اصطحاب والديها وفينياك لتناول العشاء والاحتفال بنجاحها. توافق سافي على الخطة وتقبل النقود من جدتها. إشواني ترى فيرات وتسأله كيف أصيب. يقول فيرات أن هناك قطة برية هاجمته بعضة. تحدق ساي به. تسأله إشواني إذ كانت ساي هي القطة التي هاجمته. فيرات يقول لا، بل يجيبها أنه أصيب في العمل. تأتي سافي وهي مستعدة للخروج. يشعر فيرات بالسعادة لرؤيتها. أخبرته سافي أنها فازت بلعبة في المدرسة، وأخبرت أنها تخطط لأخذهم لتناول العشاء، وهذا هو سبب استعدادها. يطلب فيرات من سافي دعوة ساي. تذهب سافي إلى ساي وتقول أن لديها مصروف جيب 4,000 روبية. ليدا سوف تدعوهم ليحتفلوا بنجاحها. تتساءل ساي ما إذ كان فينو سينضم إليهم على العشاء أم لا. يرى فيرات فينياك يدرس ويخبره أنه مدعو للخروج لتناول العشاء، وأن سافي أيضا مدعوة للاحتفال بنجاحها. يوافق فينياك على الدعوة ويفرح كثيرا. تسأل باكهي ما إذ كان يأخذ سافي وفينو فقط، أو أن ساي ستأتي معهم أيضا. يقول فيرات بالطبع ستأتي، فكيف تأتي سافي بدون والدتها؟
فينو يرفض الانضمام إليهم بعد معرفة أن ساي ستكون. تستجوب باك هي فيرات حول سبب قيامه بذلك. تتساءل باك هي لماذا يخطط لإخراج فينو مع ساي. تقول بأنها لن تسمح له بإخراج فينو مع ساي مستقبلا، وبالفعل فينو لم يذهب معهم. وفي الفندق يطلب فيرات من سافي إهداء هديته لوالدتها. ترفض سافي وتقول أنه يجب أن يعطيها هو هديته. يقول فيرات أنه طلب صغير يريدها أن تقوم به من أجله. تأتي ساي فتقدم لها سافي هدية قائلة أنها اشترتها لها. تقول ساي أننا أتينا في طريق واحد، فكيف اشتريت الهدية؟ تقول سافي أنها احتفظت بها مع والدها فيرات لتفاجئها. تسأل ساي ماذا يوجد في الهدية؟ سافي تقول أنه ساري. تقول ساي أنه من الخطأ الكذب، لذا اعترفي بالحقيقة. الحلقة تنتهي إلى هنا. انتهى الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.